فيديو النهارده اقول لك على ميزه قويه هتقدر تستفاد منها كتير جدا في اختيار اللعيبه على ارض الملعب. فتعالوا ندخل على فيديو النهارده ونشوف ايه المميزات. بس في الاول ما تنساش تنزل تشترك معانا في جروب التليجرام. الجروب مهم جدا ان انت تشترك فيه عشان في جوائز وهدايا كتير. خش وشوف بنفسك. طب يا شباب فتحنا اللعبه وتعالوا دلوقتي اقول لكم على الميزه اللي هتغير فكرك تماما في اختيار اللعيبه على ارض الملعب. وتعالوا نشوف مع بعض كده ايه الميزه. بصوا احنا لو دخلنا على الخطه رجاله هنلاحظ ان في علامه جنب حارس المرمى. بصوا العلامه دي كده دي رسمه لاعب، لو ضغطنا عليها بيظهر لنا سهم. السهم ده معناه ايه؟ معناه حالات اللعيبه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا حالات اللعيبه ناس كتير عارفاها اللي هي احرف عباره عن A B C D E. تمام. طيب ايه الاحرف دي؟ طبعا احنا عارفين ان الحرف ايه ده افضل حاجه والدي اقل حاجه واوحش حاجه الاي والدي. تمام. طيب بصوا احنا ليه بنلعب بقى باللعيبه الايبك؟ عشان دايما بيكون حالتهم بي. لاحظ كده ان اغلبيه الايبك دولت بيكون حالتهم بي. حالتهم بي دي معناها ان اللاعب عمره ما بيكون سهمه احمر او السهم البني اللي هي الحاله السلبيه للاعب، فبتضطر ان انت تخرجه بره. فاللاعب الايبك ضامن ان انت تلعب بيه. اقل حاجه بيكون سهمه عادي اللي هو اللون الاصفر، والسهم الاصفر ده يعني طاقات اللعيبه نفس الطاقات على ارض الملعب. طيب فكرنا النهارده جاي بقول لكم ان اللاعب اللي بيكون حرفه ايه بيكون شبيه للاعب الايبك، وعمر ما بيكون سهمه احمر، وبتلعب بيه طول الاسبوع اللي بيكون حرفه ايه. طبعا زي ما احنا عارفين ان اللعيبه حالتها بتتغير من اسبوع لاسبوع، يعني اسبوع كامل اللاعب طاقته بتكون ثابته ايه، فبتقدر تلعب بيه اسبوع كامل عمرك ما هتطلعه بره التشكيله. فخد بالك من المعلومه دي. طيب هتقول لي انت عرفت ازاي؟ هقول لك دلوقتي، هفتح لك التطبيق واوريك بنفسك عشان تتاكد. تعالوا كده مع بعض نبص. بصوا يا رجاله، لو احنا فتحنا التطبيق زي ما انتم شايفين وضغطنا على اي لاعب مثلا ايبك عشان اكد لكم، لو نزلنا تحت كده خالص بص كده هنا حالات اللاعب، يعني مثلا بيكون 10% سهمه اللون الاخضر ده، واللون دوت بيكون مثلا 53%، 36 بيكون اصفر، فالتوتال كده 100% بيكون اصفر بالحالات دي. تمام. عمره ما بيكون ولا احمر ولا اللون التاني. فلو دخلنا على لاعب مثلا يكون حالته بي زي ده جنابري مثلا، ده حالته ايه فوق يا جماعه؟ بي اهي زي ما انت شايف اهو. بص هنا بيكون ليه وقت بيكون احمر 12% احمر، اللون البرتقاني دوت او اللون البني مثلا ده 18%، اصفر 13، اخضر 16، 39% اللون اللي هو القوي اللي هو اللون الازرق دوت او لون ايه؟ قولوا لنا في الكومنتات لون ايه. فده اللي انت تكون عارفه. بص بقى لو جبت لكم لاعب حالته ايه، لو ضغطنا هنا ونشوف حالات اللاعب زي مثلا كليان مثلا، هنا حالته ايه؟ بص لو نزلنا تحت هنلاحظ نفس الايبك. بصوا نفس تعليمات الايبك بالظبط، ما فيش ولا وقت خالص بيكون اللون فيه احمر او اللون البني. لو جبنا مثلا فينيسيوس، بص ده لاعب عادي خالص، فيني العادي خالص اهو. بص نفس الطاقات. فمعنى الكلام اللي انا عاوز افهمه لك زي ما انت شايف اهو، معنى الكلام اللي انا عاوز افهمه لك ان اي لاعب حالته ايه عمرك ما تخرجه بره الملعب، زيه زي اللعيبه الايبك بوستر او ايبك دبل بوستر، فتقدر تستفاد منهم تلعب طول الاسبوع في ارض الملعب. وده هيوفر لك لعيبه احتياطي، يعني انت لو عندك حارس مرمى حرفه ايه تقدر تلعبه طول الاسبوع من غير ما تبدله، مش محتاج تحط له بديل في الاحتياطي. تمام. فحاول تستفاد بالنقطه دي وتلعب باللعيبه الحرفه ايه، وتوفر لعيبه على ارض الملعب في الاحتياطي وتستفاد بالنقطه دي. ولو استفدت بالنقطه ما تنساش تشترك معانا واشترك معانا في جروب التليجرام. اشوفكم في حلقه جديده والى اللقاء في حلقات قادمه.